حكايتي النهاردة عن المدرس والجزار. تعالوا نشوف الحكاية ايه. في مدرس راح يشتري كيلو لحم. أول ما شافه الجزار خرج واستقبله وجاب له كرسي وقال له اتفضل استريح، وبعت الصبي يجيب له قهوة، وقال للصبي هات لي الباشا 2 كيلو كباب و2 كيلو كفتة و2 كيلو سجق و2 المدرس قال له بس أنا مش عامل حسابي على كل ده. الجزار قال له كل طلباتك أوامر من غير ما تدفع ولا جنيه. طبعا المدرس مستغرب ومش فاهم حاجة. اتفضل يا باشا هوصلك البيت بعربيتي. وفي الطريق سأل الجزار انت بتعمل معايا كل ده ليه؟ الجزار قال له انا كنت تلميذ عندك، وفي يوم من الايام وقفتني في الفصل اسمع جدول الضرب، ما كنتش حافظه، وهددتني انك هتضربني كل حصة، وبعد كده هربت من المدرسة ما رجعتلهاش تاني، وتعلمت الجزارة والحمد لله لا بقى عندي اكتر من محل جزارة، وبقيت اكبر مورد لحوم للفنادق، وعندي مزرعة بربي فيها البقر والغنم. المدرس ظهر عليه التأثر الشديد وقال له أنا لو كنت أعرف إن ده هيحصل كنت هربت معاك من المدرسة. ما تعرفش ربنا شايلك الخير فيه. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.